السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. ازيكم يا احلى واجمل بانيليات؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا بقى ان شاء الله النهارده نرجع للتزيين كده تاني ونجري ايدينا في الستايلات الترندي اللي نازله كتير قوي اليومين دول بالوان كمان مختلفه. عارفه ان احنا عملنا التكنيك ده قبل كده، بس اكتر من واحده على الجروب عندنا ورتني اكتر من ستايل ليه مش بشكل حلو يعني. فحبيت اوريهولك النهارده تاني تعليم بيعلم الشطار. فيلا بينا على طول نبتدي ونشوف تكنيك النهارده عامل ازاي. قبل بس ما نبتدي الفيديو لايك وشير علشان يوصلك كل جديد، ولو لسه مشتركة جديدة معانا فعلي زر الإشعارات علشان أول ما ينزل فيديو تبقي من أول الناس اللي شافته. يلا نقول بسم الله ونبتدي على طول. أول حاجة أنا معايا هنا 130 جرام من الكريمة. الكريمة دي كانت لسه فاضلة عندي في التلاجة، اديتها ضربتين كده عشان أضيع منها فراغات الهواء، وحطيت عليها شوية من اللون الموف ماجيك بلون موف. قلبت كويس كويس كويس، خدت الدرجة اللي أنا عايزاها. طبعا لأن الدرجة كانت بلون روز فاتح فمش هيأثر فيها أي لون غامق، هعملها معاملة الأبيض يعني، فما تقلقيش من النقطة دي. الكيك اللي عندي هنا مقاس 18، فبالتالي أخد تغليف 130 جرام من الكريمة، واخد في الحشو 100 جرام، ممكن كمان تحشيه ب 90 جرام، المقاس بيبقى كويس قوي. ببدأ أفرد الكريمة كده بالشكل اللي احنا متعودين عليه بالسباتولا من فوق الأول وبعدين من الجوانب. أي تنتيش أي فراغات لسه ما فيهاش كريمة برجع أحط فيها كده شوية كريمة وأجلسها بالسباتولا وأشد كده وأنا شغالة. طبق الدوار هو اللي بيتحرك وإيدي تقريبا ثابتة، مش بحركها. الطبق الدوار وهو بيمشي بيحركها لي، بيفرد لي الكريمة بشكل متساوي جدا. خلاص كده مرحلة الاسباتيولا خلصت، دخلت بالسكرابر. هاخد أول تجليسة وأثبت إيدي بالسكرابر، والطبق الدوار هو اللي بيجري، فبالتالي باخد نعومة للكريمة كده من على الجدار كويس. نبدأ بقى بالتكنيك. ببدأ بقى أثبت كده سن السكرابر من تحت ورفع بقية السكرابر عن جسم التورتة. ايد اللي ماسكه السكرابر دي طالعه ونازله زجزاج بالراحه، والايد التانيه بتلف الطبق الدوار عشان اخد تمويجه ليه حلوه. كل ما ثبت سن السكرابر هيطلع معايا بروز اكتر لموجة الكريمة اكتر لبره عشان تاخد معاكي الشكل ده. طب لو ما ظبطتش معاكي ارجعي بالسكرابر تاني، جلسيها خليها تاني ناعمة زي الفل، وارجعي اعملي الحركة من تاني. هبدأ دلوقتي بقى احط شوية من الدست كده. ده دست شركة الفضل، اللي هو بيبقى دست فضي بس بيكون مدي على رصاصي شوية، فضي بس فضي قوي جدا. حطيت عليه مش ميه، الضغط ده مش بيتحل بميه، بيتحل بزيت نباتي. لو حلتيه بميه بخل بليمون باي مستخلص مش هيتحل معاكي، لازم زيت. تمام. ببدا بقى بسن الفرشه كده على الموجه اللي طالعه دي، وابدا احددها كده بسن الفرشه الصغيره اللي عندي على الموجه نفسها. معلومه صغيره، لازم يبقى قوام الدست سائل شويه علشان ما ينعكش عندي الكريمه وانا بحط عليها الموجه. تاني حاجة، لازم يبقى سن الفرشة رفيع وشعره مش مفنكش عشان خاطر ما يوسخش بقية جدار الكريمة، أنا عايزاه يدوب على سن الموجة بس. بظهر معلقة شاي صغيرة ببدأ أثبتها في نص التورتة وأجري طبق الدوار، إيدي ما اتحركتش. طبق الدوار لما بيجري المعلقة بتسيب مكانها لغاية لما تاخد آخر التورتة كده. شكل سهل قوي، هتعمل لي موجة كمان من فوق الوش. هبدأ بقى أعمل إيه؟ هبدأ ببقية شوية الدست اللي فضلوا معايا أنطر كده على التورت. عندي هنا كمان شوية تبرات فراشات بلون أزرق شكلهم حلو قوي، أنا طالبة من اللي عملتهم لي تعملهم لي أحجام مختلفة، منهم الكبير والوسط والصغير. ببدأ أتنيهم من النص كده وأثبتهم على جدار التورتة بشكل طالع، بشكل يعني في نفس الاتجاه، ما يبقوش مفنكشين وكل واحدة واقفة في ناحية، لا، كأنهم كلهم طايرين ولافين كده وهيقفوا عند نص التورته. جميل. تدي شكل اكتر مريح للعين. طبعا اللون الازرق مع الاسود اللي في الفراشات مع سنه الفضي والموف بيدي ماتشنج حلو قوي. وكمان معايا هنا شويه لولي موف وبامبا وفضي، هيبقوا ماتشنج قوي مع لون التورته. هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت في صندوق الوصف، دول اللي عملناهم مع بعض في حلقه اللولي. ببدأ أمسكهم بمرقاط اللولي كده واحدة واحدة، وبحط كل واحدة من اللولي جنب واحدة من الفراشات. بتدي شكل حلو وبتنطق اللون عندي بتاع التورتة، تديها شكل حلية كده جميل وتحفة وحلو قوي. التكنيك سهل وترندي وبيطلب كتير قوي قوي مننا كصناع كيك في أعياد ميلاد البنات، فلازم تبقي عارفاه كده ومتمكنة منه إن شاء الله. يا رب النهاردة أكون فدتك بالمعلومة اللي قلتها، وأشوف تطبيقات ليكوا أحلى وأحلى. طبعا أي سؤال اكتبي لي تحت في الكومنتات، برد على كل الأسئلة. نورتيني وشرفتيني يا أحلى فانيليا، وصباحك دايما زي الفل.